اللي قدامكم ده اول فيديو اعمله في حياتي، والفيديو كان وحش لدرجه ان اعلى كومنت جاب لايكات كان واحد بيتريق عليا، ولكن الفيديو ده من اكتر الفيديوهات اللي جابت لي فلوس. هقول لكم ليه وكان بالظبط في اخر الفيديو، ولكن الاول هقول لكم ليه انا سايب الفيديو ده لحد النهارده، وليه الفيديو ده كان مهم جدا بالنسبه لي ومهم بالنسبه لكم انتوا لو اي حد بيفكر انه يبدا. لو ركزتوا بقى في الفيديو هتحسوا ان جودته مش احسن حاجه، وده علشان انا ما كانش عندي كاميرا ولا كان عندي ترايبود. وقتها بقى استلفت كاميرا من حد اعرفه واستخدمت سلم وكنت حاطط الكاميرا عليه، بس المشكله ان السلمه اللي تحت كانت واطيه والسلمه اللي فوق كانت عاليه، فاضطريت بقى اجيب كتب وشويه حاجات واحطها علشان اوصل للارتفاع اللي انا عايزه. بس المشكله الثانيه اللي قابلتني ان العدسه كانت واقعه وبصه لتحت، فابتديت اكور شويه مناديل واحطها تحت العدسه لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزه. ودي بقى اعتقد اول نقطه انا اتعلمتها وانتوا لازم تتعلموها، هو ان الواحد يتخلص من مرض الاعذار ويبدا باللي معاه. تاني نقطه بقى، انا بعد ما خلصت الفيديو واتفرجت عليه كنت عارف ان هو مش احلى حاجه، ولكن نزلته علشان اتخلص من حته كده بيسموها البرفكشنزم، الكماليه، ان انت عايز اول حاجه تعملها وكل حاجه تعملها تبقى 10 من 10 وده عمره ما هيحصل. فانا قلت عادي الفيديو مش احلى حاجه بس هنزله وواحده واحده اتطور واتعلم. فدي تاني نقطه تتعلموها، مش لازم تعمل حاجه كويسه في الاول لانك اصلا مش هتعرف. فابدا باللي معاك ونزله واستمتع وانت بتتفرج على نفسك بتتطور واحده واحده. وده المبلغ اللي الفيديو جابهولي وعلمني حاجه مهمه واعتقد المفروض تتعلموها انتوا كمان، ان الواحد لما بيبدا بيبقى فاكر ان هو لازم يتكلم او يعمل حاجه عميقه ومتطوره جدا علشان الدنيا توصل، ولكن في الحقيقه انت مجرد ما تتعلم بس حاجه بسيطه وتطلع تتكلم عليها هتلاقي ناس كتيره مش عارفين الحاجه دي، اقل منك سنه بسيطه مش عارفين الحاجه دي، هتلاقي ناس كتير بيتفرجوا عليها. في نفس الوقت ممكن ناس يبقوا اوريدي عارفين الحاجه بس عادي بيتفرجوا عليها تاني، فانت مش محتاج مواضيع معقده، بالعكس انا بحس كل ما المواضيع بتبقى سهله وبسيطه كل ما بتوصل. وهني بقصه حلوه قوي ليها علاقه بالفيديو ده. اكتر كومنت جاب لايكات كان واحد بيتريق على المايك اللي انا كنت بستخدمه وقتها عشان ما كانش عندي مايك، واللي حصل ان كان في راجل هندي عايش في كندا ابنه بيتفرج عليا وبيتعلم مني، ودخل كلمني وقال لي انا عايز اجيب لك هديه واشترى لي المايك ده، وكان هو ده المايك اللي انا بستخدمه قبل بقى المايكات الوايرلس والحاجات دي. فلو تعرف اي حد الفيديو ده ممكن يساعده او يشجعه ابعته له. ابدا باللي معاك وصدقني طول ما انت بتحاول وبتسعى وماشي في طريق ان انت تحسن وتطور نفسك والله هتوصل.